معايا فلوج النهارده 14 رمضان تقريبا او 13 رمضان. فطار مع اصحابي اللي معايا في الاوضه، هنعمل فطار جماعي سوا. انا هعمل محشي مصري، كرنب بورق عنب وجلاش، وهما هيعملوا اكل بلدهم، ونتجمع كلنا على السفره وناكل مع بعض. فمتحمسه. انتوا متحمسين؟ انا متحمسه بصراحه. الله الفلوج النهارده يعجبكم وتكونوا مبسوطين معايا في القناه، مبسوطين معايا اخدكم معايا في رحلتي بعمل الاكل والكده. تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان تشوف كل فيديو انزله. هنا نزلت، كنت نازله السوبر ماركت عشان اجيب بقيه الحاجات لاني ما كنتش جايبه كل حاجه، والوقت طبعا كان مش في صالحي اصلا. الساعة 3 ومفيش وقت، لازم نلحق عشان متأخرش على الفطار. هنا الشمس والجو كان حلو بصراحه، قعدت اتصور شويه وبس. حلو النهارده. وصلت السوبر ماركت واشتريت طماطم وليمون، ولسه بقى اشوف هجيب ايه تاني. وهنا الكرنبه، كنت بوريكم ان هي صغيره عندنا في روسيا، معرفش ليه خضرة. أنا هجيب دي مشكلة فيها شبت وكزبرة وفلفل أخضر. في جبنة موتزاريلا هنا اهي، مكتوب عليها موتزاريلا. بس مش عارفة اجيبها علشان خاطر الجلاش. في هنا برضو موتزاريلا هنا، بس دي غالية اوي. وفي جبنة معرفش دي نوعها ايه بالظبط. اجيب ايه؟ مش عارفة. انا عايزة بس احطها على الجلاش من جوه عشان تطلع كده حلوة. اجيب الموتزاريلا دي وخلاص. هي فيها مية، مش عارف، نجربها نشوف الكلام. بس مشكلة اللحمة المفرومة ان مثلا دي مكتوب عليها بالروسي دوماشني دي يعني مزيج بين اللحم الخنزير ولحم البقر، اتنين في بعض. دي مثلا زي لو مرسوم عليه مثلا ايه، لحم خنزير دوماشني اهو، بصوا دوماشني ايه، فهي لحم خنزير. وانا بقى ايه، هروح محل تاني علشان كله مكتوب دوماشني هناك، عشان لازم يكون مكتوب جابيرنا يعني لحم بقر. طبعا مش هننسى البهارات. جبنا نص الحاجات، للاسف ما فيش لحمه مفرومه لقيناها، فهنروح محل تاني ونشوف لحمه مفرومه تكون لحم بقر مش لحم خنازير. يا رب الاقي هنا. بصوا بقى نستكشف. اهي لقيتها مكتوب عليها ايه، جبيعشي يعني لحمي بقر. اصلا بصوا لونها احمر عكس التاني، بصوا دي لونها احمر. بصوا بقى لحم الخنزير يعني المشوي دي اللي كنت بقول لكم عليها، لونها ايه، فاتح بينك فاتح كده. المهم ان احنا لقينا اخيرا لحم بقر. بس كده يا جماعه تمت المهمه، نروح نحاسب بقى. وجبت كمان زيتون علشان نحطه في خلطه الجلاش. يا سلام، هياكلوا احلى جلاش النهارده ان شاء الله. يا رب بس الحق اعمله. نحاسب بقى، مش عارفه اعمله بايد واحده. اخيرا جبنا الحاجات اهي، وهنروح دلوقتي نعملهم. المفروض الساعه دلوقتي 4 وقدامي بالظبط ساعتين على الفطار. مش عارفه هلحق ولا لا، اعمل محشي والفه واعمل الجلاش، بس هنكتشف مع بعض ان شاء الله يعني هلحق. جبنا الحاجات وهنبدا. مفيش مكان طبعا في المطبخ، فالحمد لله عندي العين دي بتشتغل بالكهرباء، فهعمل في الاوضه دلوقتي. نبدا بالمحشي، نقطع ونعمل. دي الكرنبه قطعتها كده من فوق هروح دلوقتي المطبخ احطها في الحله عشان تستوي.
ودلوقتي هقطع البصل عشان خاطر اسبك الصلصة، وبعدين نعمل خلطة المحشي. فشوف بقى. خلصت البصل اهو. احطه ايه بقى في الطاسة عشان نسبك الشغل. هعمل ورق عنب ده، هو بيجي كده في زي برطمان مخلل، والكرومبة حطيتها على النار، فهعمل كمية يعني، متستغربوش من البصل. قبل ما البصل يتحمر جنبي هنا هخرط الطماطم في الخلاط بتاعي الصغير. نجيب السكينة ونقطع الطماطم. المهم ان انا كنت بفرم قطايه عشان الخلاط بتاعي كان صغير. فعملت الاول اول قطايه وحطيتها على البصل عشان تتسبك الصلصه، بعد كده هعمل الباقي واحطهم برضو. احط بقى البهارات. احط الاول ملح، بس، و 7 بهارات. احط حبة، حبة كتير. وماجي، اهم حاجة ماجي الفراخ، احط واحدة. احط مكعب. اخر حاجة شطة، فلفل اسود وشطة. احط حبة، وحبة فلفل اسود. ونسيبها تتسبك ونقطع الخضرة. وانا هنا عملت الرز، غسلته يعني وبس. بعد ما حطينا البهارات هنقلب بقى تقليبه حلوه. نسيبها، شيل الحاجات دي. صغير اهو، سبكت وعامل يبقبق، بس انا غطيت النار على واحد. احط بقى ايه ده، حطيت الرز على الصلصه، وبعدين هحط بقى الخضره اللي انا قطعتها واقلبهم كلهم في بعض، وكده يكون خلصنا خلطه المحشي. خلطة المحشي. هنا بحاول اطلع الكرنبة من بعضها، افكها، اطلع الورق وهي سخنة. احاول اسحبه كده.
سخن سخن سخن. شايفين الورقة بتتفك ازاي كده؟ هو صغير قوي حرفيا، بصوا انا مش عارفة هحشيه ازاي الصغير ده. عشان حطيتها هنا تمام، وقعدت افك الورق لحد ما بقى اصغر حاجة، يعني اكيد دي مش هحكيها يعني. بس دي انا بلف ورق العنب. اوريكم ازاي بلف ورق العنب. اول حاجة يكون معانا ورق العنب كده، يبقى في جنب خشن وجنب ناعم. بصوا جنب بيلمع كده وجنب خشن، مش باين قوي في الكاميرا يعني، ما علينا. المهم نمسك الجنب الخشن ونحط الحشو. طبعا ورقنا صغير فمش هنحط كتير عشان بينفش. نقفل كده كده، نجيب اليمين نحطها لجوه، الشمال لجوه، ونمسك ونقفل ونمسك ونقفل. احلى صباع محشي يتاكل في قطمه واحده. طبعا صغير عشان ورق صغير. ونرصه في الحله، في ورق كبير في ورق صغير. بصوا مثلا الورقه دي كبيره، الورقه دي صغيره، شايفين الفرق؟ فهو الصباع بيطلع على اساس الورق. نعمل واحده كبيره، نقفل، نجيب اليمين على جنب الشمال على جنب، ونقفل. بصوا يلا نحشي. واخيرا بعد ساعة تقريبا خلصت لف الورق العنب، وخلصت حلة المحشي الكرنب، ويفضل بس اعمل الشوربة واخليهم يستووا. حطيت معلقة صلصة والبهارات وليمون وماجي الحاجات دي، وكنت بسخن المية علشان خاطر نعمل للورق العنب ونفس الكلام للكرنب. هنا كنت بشوف المحشي استوى ولا لسه، بس هو خلاص يعني اظن كده استوى. خلاص بقى كنت هغرفه. الجلاش حطيته في الفرن عشان خاطر يستوي براحته. واخيرا المحشي استوى وكنت بطلعه بقى عشان نغرف. وشوفوا الحلاوة، قولوا ما شاء الله بجد خطير. كل واحدة طالعة بورقتها متفكش ولا اي حاجة، الحمد لله يعني. بس وهنا الجلاش كان لسه ياخد وش لسه يعني. شوفوا بجد يعني خطير ما شاء الله بجد، من احلى الاكلات اللي بحب اعملها لقلبي، اقسم بالله تحفه. هذه حريرة جزائرية. دي حريرة جزائرية. ماشي. وهاد حساء. حساء. هاد البوراك. هاد بوراك جزائري. هاد محشي كرنب سواته سهيلة، أحلى سهيلة في العالم حبيبتي. هاد ورق عنب من أيادي سهيلة. حبيبتي. هاد سلطة فواكه واو. باليوغرت. وهاد خبز تمر. وهاد صنع ياسمينة. توست عليه صوص وفطر وأشياء هيك. وخلاص هاد فطورنا. واو. بسبوسة. بصوا دي اجواء رمضان في روسيا. رمضان كريم بينور وحوالينه ورود، قصدي فراشات،
ومش هننسى الفرشة بتاعت رمضان علشان نحس بأجواء رمضان. وده الجانب بتاعي، والكتب طبعا مش هننسى الجانب بتاع الكتب، والقطة بتاعتي العسولة، والبرفيوم والحاجات دي بتاعتي كلها. وبس كده يا جماعة، ميري ودلابي والبنات راحوا يتوضوا عشان خاطر يصلوا بقى رمضان عاملينها، فحاجة فانتاستيك يعني موت. كده نكون خلصنا فطار النهاردة. دي كانت تجربة حلوة، عملنا فطار مع مغاربة وجزائريين صحاب البنات معايا في الأوضة. انبسطت الصراحة قوي بالفطار النهاردة، ولسه كمان هنحلي، ولما نحلي كمان هبقى اصور لكم الطبق. هو الطبق بسبوسة مغربية صاحبتي عاملاها. للأسف ما كناش الجلاش، استوى بعد ما خلصنا اكل، فغلفته حطيته على الترابيزة. والتحلية برضو جنب البسبوسة طبق سلطة فواكه بالزبادي. وهنا البسبوسة من عمايل صاحبتي العسولة الأمورة المغربية، صاحبتي العسل. تعمل أحلى بسبوسة في الدنيا، أقسم بالله تحفة 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 بجد، ما شاء الله عليها. يعني بتعمل حاجات حلوة كتير قوي، حلوة ما شاء الله. واو. بس كده هتصور كتير، ف كده برضو لما نشرب اتاي ده شاي مغربي زي عندنا شاي العروسة. لو شربت اتاي هبقى اصور لكم عامل ازاي. على فكرة تحفة، انا جربته كذا مرة وجربته بالنعناع، خطير. انا بجد من عشق الاتاي بتاعكم. اختلاف الثقافات دي مع البلاد دي حاجه تحفه بصراحه. المهم اللي انتوا شفتوا اللي انا عايزه اوصلها لكم، وشفتوا الاكل، وشفتوا الدنيا كانت ماشيه ازاي، والاجواء كانت عامله ازاي. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان توصل لكم فيديو كل جديد. باي.